السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المتابعين في كل مكان، أهلا بيكم. النهاردة من واحد أهلاوي جاي يتكلم عن ماتش اليوم، وماتش اليوم ده كان من أهم الماتشات بالنسبة للنادي الأهلي. ماتش الأهلي مع سان داونز في حضور 70,000 من جمهور الأهلي في ملعبه، ويتعادل 1-1. وللأسف كولر من أول ماتش الزمالك في الدور الأول وأنا مش مقتنع بيه. في لعيبة عدت علينا كتير وبسبب كولر مشت. انت راجل ما بتحبش المهاري، وقلنا الموضوع ده كتير، ومشيت من عندك ناس من أحرف اللعيبة اللي جات النادي الأهلي، زي محمد شريف، زي أحمد عبد القادر. لكن للأسف الإدارة بتتبع سياسة إنها ما بتتدخلش في أي حاجة تخص المدير الفني لغاية ما غرقنا. طبعا ده احنا كده غرقنا، وبنيجي بعد كده ندور ازاي نصلح. الكلام ده كان من أول ما لقيت الراجل بيلعب بطريقة دفاعية بحتة. ليه؟ ليه؟ السؤال، انت بتلعب بطريقة دفاعية بحتة ليه؟ طبعا لو قلنا ان انت بتلعب بطريقة دفاعية في ملعب او عند سان داونز في جنوب افريقيا هنقول ماشي، وجيت من هناك المفروض انت تكون كسبان. بالعكس، اتعادلت 0-0. كنا بنحافظ على ما تيجي في وسط ملعبك هنا، وسط ناسك ووسط جمهورك، وتحقق الفرحة للجمهور الأهلي. ولكن الشيء العجيب إن أنا بصيت لقيت 5 مدافعين بيلعبوا في خط الظهر، منزل بيدافع ب5 لعيبة. ليه؟ ليه؟ للأسف الشديد ما تعلمش برضك من مباراته في الإياب مع سان داونز. أنا مش عارف إحنا بنشرق معادينه ليه، معرفش من الأول خالص. يعني أنا عايز مثلا راجل أكسب وعزز موقفي بهدف و2، وبعد كده العب بالطريقة الدفاعية، مع إن أنا ضد الطريقة الدفاعية دي نهائي. مش الأهلي اللي يلعب بطريقة دفاعية، مستحيل. عمر ما تعودنا على إن الأهلي يلعب بطريقة دفاعية إلا من بعد كولر ما اتخذ سياسة إن المهاري أو اللي هو أنا هعرف استفيد منه، أو إن أنا هعرف أجيب منه بطولات، أمشيه مش عايزه. وده حصل في أكتر من لعيبة. قلنا ملناش دعوة، أهم حاجة يحقق الفوز ويجيب بطولة. ولكن للأسف لقيناها بطريقة فجة. الراجل بيطلع بيمشي اللعيبة اللي هي ممكن يعتمد عليها ويجيب له بطولات. طب أنا جبت بن شرقي، أنت ما لعبتوش هناك في الشوط الأولاني، ما لعبتش قفشة في الشوط الأولاني، ما لعبتش وسام أبو علي في الشوط الأولاني. حتى الطريقة اللي انت بتلعب بيها مش عاجبة الجمهور الأهلي. بس للأسف دايما جمهور الأهلي بيساند الفرقة بكل ما أوتي من قوة، حتى لو هي ماشية غلط من مدير فني. اللعيبة لا ملام عليها في شيء. لو انت بصيت على فرقة النادي الأهلي
في الطريقة الدفاعية اللي بيلعب بيها كولر هتلاقيهم متخبطين جدا جدا، لأن الفرقة دي مش واخدة على إنها تدافع. فتبص تلاقي ورا قدام الشناوي هرج ومرج ومحدش عارف تمركزه ولا مركزه، لأنهم مش واخدين على إنهم يلعبوا بطريقة دفاعية. فتبص تلاقيهم تايهين، متعرفش مين بيجري يمين ولا مين بيجري شمال. أنا لغاية دلوقتي مش عارف مين باك يمين ومين باك شمال، مش عارف مين فين الجناحات بتاعي. أنا لغاية امبارح مش عارف مين الجناحات بتاعي. عندي جناحين قدام، هما مين؟ أنا معرفش. أي فرقة معروف باكتها مين وجناحاتها مين وخط وسطها مين، لكن أنت للأسف ضيعت أسهل بطولة دوري أفريقيا من الأهلي. المشكلة يا سادة إنها مش بطولة أفريقيا كده، لا، ده كانت أهم بطولة للنادي الأهلي، إنها كانت هتبقى التالتة على التوالي. ضيعها بعنده وبأسلوب لعبه اللي أنا معرفش يعني. الأهلي مش كده يا سادة، الأهلي مش كده. وعمرنا ما كنا نتوقع إن الأهلي يلعب في وسط 70,000 متفرج بطريقة دفاعية. مش ممكن، مش ممكن. للأسف أنا بحمل كولر المسؤولية كلها وإصرار الإدارة على بقائه. أنت عارف أنت تعادلت كام ماتش في الدوري؟ أنت عارف أنت تعادلت 7 ماتشات في الدوري؟ أنت عارف إن أنت لعبت سان داونز ما كسبتهاش ولا مرة؟ أنت عارف إن أنت لعبت الزمالك ما كسبتوش إلا مرة بضربات الجزاء؟ أنت عارف التأخير ده كله نتيجة لإيه؟ لسياسة الدفاع المميت واللي مخلي شكل الأهلي وحش. سؤال للسادة اللي بيتفرجوا عليا وبيشوفوني، هل انت شايف ان دي فرقة ممكن تلعب في كاس عالم للأندية بالطريقة دي؟ انا مع احترامي، مع احترامي لكل جماهير النادي الاهلي، بيراميدز في البطولة دي لو خدتها هي الأحق. دي حقيقة. في عندنا مدير فني اسمه كرونوسلاف ماسك بيراميدز. الراجل ده على قد عصبيته وعلى قد انك مش قادر تفهم له، لكن مخلي الفرقة هجومية بطريقة بحتة. بيخسر 1 وينعادل ويتعادل، يخسر 2 ويتعادل ويكسب 3-2. مفيش حاجة عنده اسمها ان انا ارجع ودافع، لا. فضل مصر على الفوز، مصر على الهجوم، مش مدي فرصة نهائي لأرلوند انها تهاجمه. عايز يكسب الماتش بدون لا وقت ولا ضربة جزاء، عايز يكسب الماتش. للأسف احنا قعدنا كتير قوي مستنيين التغيير لكولر، ولكن جه بعد ضياع أسهل دوري بطولة أفريقيا. الأهلي اللي المفروض إن احنا جايبين لعيبة على مستوى عالي من المهارة علشان تلعب في كأس عالم للأندية، المفروض إن أنا أنزلهم وأشوفهم في الوضع اللي أنا فيه حاليا عشان أرسم الفرقة. يا سادة ده طلع إمام عاشور، هو الدينامو في خط الوسط، طلعه.
ليه؟ عشان يلعب برضه بنفس الطريقة الدفاعية. اديت لسان داونز اللي هو عايزه، اديته اللي هو عايزه، اديته انه يلعب عليك. وجماعة الهدف جاي من خبطة في رجل مدافع الأهلي ودخل الجون في الشناوي، وده عشان التخبط اللي الدفاع، أو بمعنى أصح وبمعنى أدق، الأهلي مش واخد على حاجة اسمها دفاع. وكلنا نلاحظ إن لما بيجي فرقة بتهاجم الأهلي بتلاقي الأهلي مش عارف يدافع، لأن الأهلي شغلته مش دفاع، مهمته مش دفاع، مهمته هجوم. الأهلي يا سادة كبير قارة أفريقيا، هل يبقى ده وضعه في استاد بتاعه في وسط جمهوره انه بيدافع بالشكل ده؟ ال11 لاعب قدام الصندوق ليه؟ مش ده الاهلي اللي انا عايزه يطلع يلعب كاس عالم للانديه. للاسف بنيجي برضك بندور بعد ضياع البطولة منك وضياع لعيبة منك فضل مصر على مشيان أحمد عبد القادر اللي أنا كنت بعتبره لعيب كبير على فكرة، لعيب مهاري على مستوى عالي، كان الأهلي ممكن يستفيد منه كتير جدا. مشاه، مش عايزه. فضل مصر على قفشة يفضل قاعد على الدكة ما ينزلش. ما تعرفش ليه. وعمر كمان اللي بيموتوا حرفيا بجلوسه على الدكة. طب بن شرقي، انا يا عم انا جايب الناس دي عشان اكسب، يا عم الحاج انا جايب الناس دي عشان اكسب، مش عشان قاعدة جنبي على الدكة. انا جايبها علشان تلعب قدامي واشوف مركزه وتمركزه ايه ويلعب وينفعني ازاي، مش هقعده على الدكة. انت برضك يعني الادارة يا كابتن محمود الخطيب، انت كنت لاعب كورة ولاعب كورة كبير، شايف ان الراجل ما بيلعبش بطريقة هجومية نهائي نهائي، وبرضك احنا سايبينه وعمالين نقول لغاية ما نوصل كاس عالم ونخلص بطولة دوري ابطال افريقيا، اهي راحت وضاعت. ايه الوضع؟ هنغير بقى بعد ما بطولة افريقيا راحت، نغير بقى. اول فيديو ليه يا جماعة على قناة ماتش اليوم، معاكم رضا عطية. بتمنى من كل اللي وصل معايا لغاية دلوقتي دعم بالاشتراك في القناة وزر الجرس ليوصلوا كل جديد بإذن الله، واشوفكم على خير في فيديو جديد بإذن الله. سلام عليكم.